السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بإذن الله عاملين مع بعض كوسة. طبعا انتوا عارفين الكوسة حلوة اليومين دول. ادي مقطعينها بعد ما نضفناها وغسلناها كويس. قبل ما بنقطعها برضو بنغسلها، وبعد ما بنقطعها بنغسلها تاني برضو عشان مكان الايد وكده. بس ادي الطريقة دي، القوطة بتاعتنا اللي احنا فرمناها، وادي البصلة شوحناها. ما تخليش البصلة تحمر معاكي، يبقى بالشكل ده. وبعدين هضيف عليها التوابل بتاعتنا كده، وادي تشويحة مع حط من الصلصة مع شوية من البابريكا، واضيف عليها طماطم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما ضفت عليها احط الكوسة بتاعتنا، كيلو بالكوسة. بسم الله الرحمن الرحيم. بالطريقة دي، وبديلها تشويحة في قلب الصلصة بتاعتها قبل ما بضيف الشوربة، عشان دي بتديلها طعم ونكهة حلوة للأكل. صلى على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. وكل سنة وانتم طيبين في الأيام اللي احنا فيها المفترجة الحلوة دي. اهو تاخد لها دقيقة ولا حاجة في ما تشرب الدمعة بتاعتها قبل ما نضيف الشوربة بتاعتنا كده. وبعد كده أضيف عليها الشوربة بتاعتها. بسم الله الرحمن الرحيم. الشوربة دي مكان اللي احنا حاطين البصل فيها والجزر والطماطم والفلفل، كل الخضار اللي عندك. بس ما تكتريش الشوربة، عشان انت عارفة الكوسة اساسا كلها مية. وهنعمل معاها طبعا ايه، طبق من الرز. شايفة؟ بعد ما تغلي خالص خالص وعايزة شوية شوربة، تحط لها كوبايتين من الشوربة وبتغطي عليها. وبعد كده بتحطيها على نار هادية وتستوي براحتها. ونصلي على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، ونقول بالهنا والشفاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.